مبسوطة ان انا النهاردة معايا نجم قيمة وقامة في الفن المصري والعربي، نجم بدرجة وزير، وهو وزير ثقافة الفن المصري والعربي، نجم الجميل والقدير محمد صبحي. برحب بيك معايا النهاردة على شاشة البغدادية ومنورنا. لا، هو فنان كويس قوي. انا يعني مش وزير، انما انا سعيد كمان ان انا النهارده موجود في هذا الصرح فيكتوريا كوليدج اللي على مسرحها بيقام مهرجان فن محمد صبحي، وده لقب تكريما ليا، ومفروض انا بتكرم النهارده انا وفرقتي او معظم اللي اشتغلوا معايا على ما قدمناه للمجتمع المصري والعربي. احنا حرصنا ان احنا نقدم فن يبني العقول ويسمو بالوجدان، لا يهدمها ولا يشوه الوجدان. اعتقد ان رسالتنا وصلت لناس كتير، وانا مهمتي وكان اتفاقي مع السيد وزير التربية والتعليم دكتور محمود ابو النصر ان احنا بنعمل مهرجان كل سنة للمسرح المدرسي في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي، وانا رصدت له 150 الف جوائز للمدارس المتميزة في هذا المجال. احساس حضرتك ايه النهاردة بالتكريم؟ وعلى فكرة انا لما قلت وزير ثقافة الفن لان كل الناس بتعتبرك كده. انا اتمنى، انا بس ليا راي اصلا ان انا فنان، ووزير الثقافه هو رجل يدير الثقافه، اما الفنان فهو يصنع الثقافه، فانا لا يمكن هحرم نفسي من صنع الثقافه. ومتشكر طبعا، يعني دي قامه كبيره، انما كل واحد ليه دور، ووزير الثقافه ليه دور والفنان ليه دور. انما انا طبعا سعيد جدا على الاقل في وسط تلامذتي والممثلين اللي اشتغلوا معايا ورافقوني في رحله طويله ولسه هنكملها ان شاء الله قريب. فده رسالة احنا بنبعتها للتعليم ان احنا واقفين جنب المسرح المدرسي بقوة، وهنساعد هذا المهرجان، وفي نفس الوقت بنقول ان المسرح يعود او عاد الى المدرسة المصرية. يمكن النجم الجميل محمد صبحي رائد من رواد المسرح المصري والعربي طبعا. شايف المسرح ازاي في الفترة الجاية؟ انا اتمنى ان نطبق معنى الثورة. الثورة هي تعني التغيير. يمكن في مصر لسه ما وعناش معنى الثورة. لو كنا وعيناه انه تغيير فكان لابد ان المواطن يبدأ بنفسه، يعني كل مواطن يقول انا لابد ان اتغير. انا ارى كمان الفنانين والفن عموما لابد انه يغير كتير من تناوله للفن، ويحرص قوي على الفن اللي هيبني اجيال ما يهدمهاش. المسرح هتقدم لنا فيه ايه في الفترة الجاية، خصوصا احنا سمعنا حضرتك محضر حاجات كتير للمسرح؟ لا، انا هعمل مهرجان المسرح الجميعي الثاني على مسرح النيل عند مدينة الانتاج عند فندق موفنبيك، وهقدم مهرجان المسرح الجميعي الثاني ده 3 مسرحيات. مسرحية خيبتنا، ودي كانت مكتوبة سنة 2007، كان المفروض اعرضها في 2011، ومسرحية غزل البنات من تراث الريحاني، ومسرحية ملك سيام. مسلسل يوميات ونيس من اهم المسلسلات اللي احنا شخصيا اتربينا عليها. ليه حضرتك ما بتفكرش الفترة الجاية ان انت تعمل سلسلة كمان ليوميات ونيس الفترة الجاية؟ يوميات ونيس انا قدمت 8 اجزاء ب 360 حلقة. لما قدمت ونيس كنت شايف بعض الثغرات او العيوب في بناء الطفل داخل الأسرة وبناء الفرد داخل الأسرة، عشان كده عالجت هذه المشاكل على مدار ال8، ولكن بلا خجل ولا كذب ولا تجمل. لا يستطيع ممثل أن يحل المشكلة الأخلاقية في مصر الآن. هناك انفلات أخلاقي شرس ظهر بعد 18 يوم المثالية في ثورة 25 يناير. هذا الانفلات الأخلاقي اللي أنا قلت عنه، نحن نحتاج إلى ثورة أخلاق وأخلاق ثورة. علينا أن نبحث عن أخلاق الثورة، وعلينا أن نبحث عن ثورة أخلاق حقيقية تجعل المواطن المصري هو مضيف للوطن وليس سالبا منه. لو حضرتك هتهدي التكريم النهارده لحد هيكون مين؟ ههديه لزوجتي وربنا يشفيها، واعتقد ان هي كافحت كتير جنبي علشان اوصل لهذه المكانة.
طبعا ربنا يشفيها، ومن خلال شاشة البغدادية بنوجه لها تحية، وإن شاء الله ربنا يشفيها وبيقومها بالسلامة. وكلمة تقولها لكل جمهورك اللي دايما متابعينك في العراق تقول لهم إيه؟ يعني بقول أن جمهور العراق غالي جدا بالنسبة لي، وأنا حضرت إلى العراق سنة 2000 علشان أقدم ماما أمريكا، وعرضت 20 حفلة لصالح أطفال الإصابات الناتجة عن القصف الأمريكي. أنا بقول لن يبني العراق إلا العراقيون. العراقيون يستطيعون أن يعودوا بالعراق كما كانت قوية وصلبة. أنا بشكر الجمهور العراقي وبشكر الجمهور العربي كله والجمهور المصري، هو شريك حقيقي في بناء ما قدمته من فن.